لو كونسيبت كان بوفي ديال الطويجنات. شفنا الطاجين ديال لي سوغي دانيون بالبوعويد، اليوم غنشوفوا الكوكلي مدغمر. غادي ناخد الثومه والعطريه اللي غتلقاو مكتوبه لتحت، الماء فيه الزعفران، وغادي نشرمل لي كوكلي مزيان ونخليهم يباتوا ليله. هنا نصايب الحشوه، الثومه والكبده وشويه د الكوزه محكوكه العطريه، وغادي ندير الزيتون والمكون الرئيسي للحشوه اللي هو المعدنوس. تجي ديك الحشوه ديال المعدنوس خطيره. زدت ليه الهريسه والحامض وغادي نعمرهم، وغادي نستفهم في الصينيه اللي او في الطاوه اللي غنطيب فيها. درت بصيله وزويته وغنخليهم يهبطوا، ونزيد ليهم داك الماء اللي بقى من التشرميله، ونخليهم حتى كيطيب الكوكلي. كنحيدو، انا وجدت ليه الزبده مع الهريسه والمطاخط وندهنوا بها مزيان وندخلوا الفران يتحمر، ونرجعوا للتغميره. نزيد ليها الكبده من بعد ما سلقتها، وغادي نبدا نحركها. ضروري بقاو تحركوا تحركوا تحركوا، ما تفاوتوش معها حتى كتغمر بحال هكا. غادي ندير التقديم كما كاين في الكونسيبت في الطاجين، وغادي نحط الكوكليات بهذا الشكل، نزوقهم بشويه ديال بيض السمان والهريسه. وبصحة والراحة. شفنا 2 طواجن، باقي لينا 2 ديال الكروفيت وديال الكبدة مشرملة. تبقاو على خير، شاركوا الفيديو مع أصحابكم.